تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة من داخل غرفة 207 اللي كانت ولا زالت قصصها من أغرب ما يكون. لو فاتك القصص الأخيرة تقدر تروح تشوفهم بسرعة على القناة، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يتابع نزول الحلقة الجديدة من غرفة 207 اللي قصصها لسه ما خلصت. بنروح بسرعة مع جمال وسارة وهما بيتمشوا سوا على شط البحر، وبنرجع مع الخواجة مايكل واللي بيكون قاعد حزين جدا ومنع دخول أي حد عليه. بيعتذر له مصطفى انه بيزعجه وبيبلغه انه في شخص طالب مقابلته لامر مهم، وبنتفاجئ بوكيل النيابه اللي كان بيحقق مع جمال بيبلغ الخواجه انه جاي على الفندق بخصوص غرفه 207 وانه عنده تساؤلات محتاج انه يجاوبوا عليها. بيسلموا ملف مجمع عن الحوادث اللي حصلت داخل الغرفه، ولكن بيرفض الخواجه يفتحه وبيقول له انه ما عندوش شيء يقوله. بيتعصب وكيل النيابه وبيسيبه وبيقوم، لكنه بيقول له انهم مؤكد هيتقابلوا تاني. بيتصل الخواجة على شخص بيدعى سيلفيو واللي بيبلغه انه وافق على عرضه وانه في انتظاره. وبنرجع مع جمال وسارة في الاستقبال. بتضحك سارة مع جمال وبتقوله انه كل العاملين في الفندق ملاحظين علاقتهم ببعض لدرجة انهم بدأوا يكلموا عنهم وكأنهم بقوا مكشوفين قوي وشكلهم كده مستنيين يسمعوا خبر حلو قريب. بيستغرب جمال من كلامها وبيسألها خبر ايه اللي هيكونوا مستنيين يسمعوه، فبتتضايق سارة وبتسأله هو ناوي على ايه في علاقتهم يعني بالظبط. بيتوتر جمال وبيسكت فجأة، فتتضايق سارة وبتقول له انه لما يحس انه جاهز يتكلم يبلغها، وبتسيبه وبتمشي بعدها. بيروح جمال يتكلم مع عم مينا في اللي حصل بينه وبين سارة، فبيقول له انه سارة عندها حق وانه من حقها انه يطمنها. بيعيد عليه عم مينا نفس سؤاله وانه ناوي يعمل ايه في علاقته مع سارة، فبيحكي له جمال انه قرر يتنقلوا سوا على شغل جديد في فندق في اسوان، وانه حجز تذكرتين سفر لهم عشان هياخد سارة معاه. بيسأله عم مينا اذا كان سارة وافقت على ده او لا، فبيقول له جمال انه لسه ما فتحش في الموضوع اساسا. فبيقول له عم مينا انه ما يعملش حاجه هو حاسس انه مش مستعد ليها، وانه ما يرتبش اموره الجايه على انه ساره معاه فيها. فبيأكد له جمال انه فعلا بيحب ساره، لكنه ما زال خايف انه اللي حصل بينه وبين سوسن زمان يتكرر مع ساره مره تانية. بينصحه عم مينا انه يقعد مع نفسه الاول ويفكر وياخد قراره، والا يسافر لوحده من غير ما ياخد ساره معاه. وبنتفاجئ بالنزيله الجديده اللي بتطلب حجز غرفه بتطل على البحر. بتكون بنت حلوه جدا ولها جمال خاص، ولكن بتحاول ساره تعتذر لها ان الغرف اللي بتطل على البحر محجوزه، لكن في غرف بتطل على الجنينه وانه المنظر هناك رائع. بتشاور لها النزيله على غرفه 207 وبتسال لو كانت بتطل على البحر. فبيتوتر جمال وساره وبيوضح لها جمال انه الغرفه مش محجوزه، لكن حصل منها شكاوى من نزلاء كتير وانها تقدر تنتظر في الاستقبال لحد ما يحجزوا لها الغرفه. بتقول لجمال انها مش هتقدر تستنى وانها تعبانه جدا ومحتاجه ترتاح، فما بيكونش في حل قدامهم. وبتبدا ساره تطلب بياناتها الشخصيه، وبنعرف انه اسمها فاتن فريد. بيفضل جمال باصص لها ومعجب بيها جدا، فبتبدا ساره تتضايق وبتسالها عن بيانات الشخص اللي معاها، لكنها بتقول لها انه مش هينزل معاها في الفندق. وبتبص لجمال وبتاكد له انها مش مرتبطه. بتروح تقول للشخص اللي كان واقف معاها حاجه ولكن ما نعرفش هي ايه، وبنتفاجئ بعدها بنفس الشخص اللي شبه مسيطر عليها بيفضل مكمل في طريقه، وبيوصل بعدها لمكان غريب جدا موجودين فيه اشخاص مسيطر عليهم هم كمان، وبيفضلوا واقفين. بنروح لغرفه 207 مع فاتن اللي بتظهر لها شيرين فجأة، ومن الواضح انهم عارفين بعض كويس جدا. بتسألها شيرين هي عارفه هتعمل ايه بالظبط، فبتقول لها ايوه. وبنتفاجئ بعدها بلوحه الغرفه اللي اتغيرت واصبحت على هيئه رساله. بتكون ساره قاعده متضايقه جدا، فبتروح مديحه تتكلم معاها وبتشرح لها انها قلقانه على جمال من فاتن النزيله الجديده، لكن بتاكد لها مديحه انه جمال بيحبها وانه مستحيل يقرب من واحده غيرها. بتوضح لها ساره انها قرت كتاب قبل كده عن انواع الستات واللي هم 4 انواع. نوع الست اللي طول الوقت بتسمع الكلام، والنوع التاني هي الست اللي بتكون حابه تعيش الحياه لوحدها، وتالت هي الست اللي عاوزه تحصل على كل شيء. اما النوع الاخير فهي الست اللي بتقدر توصل لكل شيء واللي مفيش حد بيقدر يوقفها، وانه فاتن من النوع ده. بتقول لها مديحه انه جمال اتغير كتير عن زمان، وانه كان بتاع ستات في وقت من الاوقات لكنه اتغير بعد ما قابلها. بنرجع مع جمال واللي بيبدا يسمع اصوات همس غريبه، وبنشوف جمال وهو مسيطر عليه وبيكون فقد السيطره على نفسه. بيروح جمال يتكلم مع فاتن اللي بتتبسط جدا وبتقول له انه حظها حلو. بتبدا تطلع لجمال علبه سجاير، لكنه بيقول لها انه بيحاول يبطل. بتقول له فاتن ان مفيش حد بيبطل شيء هو اتعود عليه، وانه مؤكد هي اللي طلبت منه ده، وبيكون قصدها على ساره. بيوافق جمال انه يشرب سيجاره معاها، وبيقول لها انها ما جاتش من مره واحده، ولكن بتقول له فاتن
ان كل شيء بيبدأ بمرة. بيفضلوا واقفين يتكلموا مع بعض، ولكن بتشوفهم مديحة في الوقت ده، فبتقرر تروح تحكي لعم مينا. بيطلب منها عم مينا انها ما تتدخلش في الموضوع ده وانه هيتصرف هو مع جمال. بنروح لليوم التاني مع سارة اللي بتكون واقفة حزينة جدا وحاسة انه جمال بيبعد عنها وانه ما جاش حتى يفطر معاها زي ما تعودوا كل يوم. بيروح جمال يعتذر بسرعة لسارة لانه اتأخر في النوم وما قدرش يصحى على ميعاد الفطار، وبيطلب منها انهم يفطروا سوا. ولكن بتوصل فاتن في الوقت ده وبتبلغ جمال انه في مشكلة في غرفة 207 وبتطلب منه انه يطلع معاها. بتتضايق سارة جدا وبتقول لجمال يروح وراها، وبنشوف جمال في طريقه لغرفة 207 لكنه مسيطر عليه. بيدخل جمال غرفة 207 لكنه بيختفي فجأة، وبينتقل جمال بعدها لمكان غريب، وبنشوف فاتن اللي بتقول له ان اوكتافيو قادم من اجلي. فبيقول لها جمال لن ادعه يظهر بك وان جيوش العالم لن تفرق بيننا. فبتقول له فاتن اوعدني لن تتركني وان خيروك بيني وبين الموت. فبيقول لها جمال انه الحياة بدونك هي الموت ذاته. بيكونوا لسه هيقربوا من بعض، ولكن بيفوق جمال في الوقت ده، وبنرجع لغرفة 207 على صوت خط عم مينا على باب الغرفة. بتتعصب فاتن جدا وبيفوق جمال بعدها. بيشدوا عم مينا بسرعة وبيحذروا انه ما يقربش الغرفة 207 نهائي وانه يبعد عن البنت دي، وبيحتد عليه جدا وبيطلب منه يعدي الفترة الفاضلة ليه في الفندق من غير مشي. وبنرجع لفاتن اللي بتكون واقفة في بلكونة غرفة 207، وبنتفاجئ بالحمامة اللي بتروح تقف على سور البلكونة فجأة. فتفضل فاتن باصة ناحيتها، ولكن بنتفاجئ بعد ما بتمشي بالحمامة اللي اصبحت ميتة. بيبلغ جمال سارة انه رايح مشوار ومش هيتأخر، ولكن بتخرج فاتن وراه. فبتبدأ سارة تتضايق وتشك انهم خارجين مع بعض، ولكن بنلاقي انه جمال كان رايح يتفرج على دبل الخطوبة اللي بيفضل واقف قدامها متردد. بيلاحظ عم مينا انه سارة واقفة حزينة مستنية رجوع جمال، فبيطلب منها انها تمشي هي لانه الوقت اتأخر وهو هيستناه لانه محتاج يتكلم معاه شوية. وبيوصل سيلفيو على الفندق، وبيكون الخواجة مايكل في انتظاره، وبيطلب من عم مينا انه يجيب له دفاتر حسابات الفندق وان سيلفيو هو المشتري الجديد للفندق. بيفضل عم مينا واقف مصدوم في الوقت ده. بنتفاجئ بمديحة اللي قررت تروح غرفة 207 تتكلم مع فاتن وتطلب منها انها تبعد عن جمال، وبتأكد لها انه بيحب سارة. بتبدأ فاتن تكرر لها كلام سارة مرة تانية عن انواع الستات وانه في نوع خامس سارة نسيت تذكره، وهو نوع الست اللي بتكون فاكرة انها قادرة تعدل ميزان الكون لكنها مش فاهمة انها ما تقدرش تعمل شيء. بنتفاجئ بمديحة اللي بتفضل باصة على لوحة غرفة 207 اللي اتغيرت واصبحت على هيئة جثة شخص مقتول. فبتصدم مديحة وبتفضل تبكي. بتبلغها فاتن ان اللي شافته ده هتسكت عنه ومش هتقدر ابدا انها تحكيه او حتى تقوله. تفتكروا مديحة شافت ايه على اللوحة وايه اللي مش هتقدر تحكيه ومين الشخص اللي في صورة واللي مؤكد اختيار الغرفة وقع عليه؟ ده اللي هنعرفه ولكن مع بداية احداث حلقاتنا الجاية. بنشكرك على متابعتك لينا ومستنيينك في الحلقة الجديدة. اوعى يفوتك الاحداث اللي داخلين عليها لان الغرفة اختارت ولسه تختار.